welcome to Payless English with Mr. Shadi Kamal Amin. النهارده هنتكلم عن حاجة مهمة جدا 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 في الانجليش اللي هي الفرق ما بين صوت وصوت. هنتكلم هنا في الانجليش عن letters وساعات نتكلم عن sounds. هنتكلم عن sounds في الانجليش. في sound فيهم ده الرمز بتاعه اللي هو يعتبر اي بس قليلة شوية اي. في sound تاني ده الرمز بتاعه اللي هو بيرمز لحرف الاي اه. طب مش فاهم حاجه ايه اللي انت بتتكلم فيه ده؟ احنا هنتكلم في الانجليش بنتكلم عن حبه كلمات بنقولهم ساعات غلط حسب ما احنا سمعناهم. الكلمات دي الصح بتاعها اللي هنقوله دلوقتي. زي مثلا لو انا بتكلم معاك وبقول لك ان انا رايح انام هقول ايه؟ I am going to bed. طب هي اسمها bed ولا bed؟ احنا عندنا في معظمنا بنقول bed. I'm going to bed. Or I go to bed at 5 p.m. or 10 p.m. or whatever. هي ما اسمهاش bed اسمها bed. يبقى هنا عشان انضف الكلمة دي بقول bed. امال كلمة bed ليها معنى؟ bed اللي هي حرف الاي sound غير bed حرف الاي اللي هي sound. bed معناها ان انت بتعمل مزايدة في رهان او عمل بيدنج. لما تخش مثلا على ويب سايت اونلاين وعايز تشتري حاجه بتعمل مزايده او مراهنه بتزود السعر اسمها بيد اور بيدنج. انما سرير باد نفس الفكره. لو انا قلت لك Miss Sarah is my English teacher. Miss Sarah is my English teacher. في عندنا كتير بيقولوا مس. مس يعني فوضى. فمس مختلفة خالص عن مس. مس مس. مس مس. مس فوضى. مس يعني أنسة أو teacher مدرسة. أقول مس سارة مش مس سارة. مش مس اسمها مس. إيه مش إيه. نفس الفكرة لو قلت لك I am 10 years old. في عندنا ناس بيتكلموا بدل ما يقول كلمة 10 رقم 10 يقول 10. I'm 10 years old. في فرق عندنا من كلمة 10 وكلمة 10. 10 رقم 10 10 صفيحة. 10 صفيح. 10 10. ما ينفعش تقول I am 10. I'm 10 years old. I like to learn English bit by bit. في ناس كتير لما يجي يتكلم عن كلمة bit يقول bet. في فرق هنا؟ bit غير bet. bet يعني مراهنة. أراهنك على حاجة. I bet you I can do it. أنا أراهنك إن أقدر أعمل الحاجة دي. I bet you speak English well. أراهنك إن بتكلم إنجلش كويس. غير كلمة bit معناها القدر القليل little. فلو قلت I like to learn English bit by bit قليل قليل واحدة واحدة أو بالراحة فهستخدم كلمة bit غير كلمة bet. في عندنا كلمات اللي فيها مشكلة أو فيها لخبطة ساعات هننطقها. bit مزايدة غير bad سرير. مس teacher مدرسة أو أنسة غير مس فوضى. 10 صفيح غير 10 رقم 10. bit قليل غير bet يراهن. إيه sound إيه sound. طب هفتكرهم إزاي؟ في كلمتين حلوين جدا لو أنت قدرت إنك أنت تربطهم مع الصوت ده هتفتكرها على طول. حرب دي كلمة ink حبر بتاع البرنتر أو حاجة ink I ink. وحرب دي كلمة egg. في عندنا كمية كبيرة من الناس لما يقولوا الكلمة دي يقولوا egg. اسمهاش egg اسمها egg. فلو انت افتكرت ان كلمة egg بدأت بإي ساوند فقولها يبقى عندك هنا بإيه ساوند egg. bed mess tan bed ink bit miss tin bit. Okay? So when you are speaking in English, try to differentiate between
I sound and sound. Thank you so much for your time and have a lovely day. Bye-bye.